السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. يا صباح الفل، صباح الورد والياسمين على اجمل متابعين في الدنيا. النهارده يا حبايبي مش جايه لكم بروتين ولا تنظيف ولا طبيخ ولا اي حاجه. تعالوا نشوف عملنا العظمه دي ازاي. عملنا صابون المواعين السائل في البيت. تعالوا معايا اوريكم عملت الطريقه ازاي. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك مني اي فيديو بنزله. هو طلع معايا خفيف بس بجد بجد رغوته جامدة جدا، وكمان في النظافة مقولكوش. هنشوف مع بعض دلوقتي ازاي بيرغي. شوفوا انا حطيته في مية وهو خفيف. انا زودته مية بس ده غصب عني، زاد مني ما المفروض اعمله على 10 لتر مية، فانا زودت المية غصب، فمعرفتش ان انا اشيلها تاني. فهو خفيف بس رغوته زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله. شايفين رغوة. والله والله انا غسلت منه اول ما عملته. آه غسلت منه الاطباق والمواعين. والله بجد بجد كان بيخلي الالمونيا بتلمع. وهوريهولكوا كمان في الروتينات اللي انا هعملها اما اجي اغسل مثلا حلة او صينية او كده. هوريكوا ازاي ان هو بينضف. والله والله طلع الالمونيا، يعني غير شكل الالمونيا، خلاها بتلمع، خلاها فل شمعة منورة. زي ما انتم شايفين معايا الصابون دوت، صابون المواعين دوت. انا ما بجيبش الا هو. بصراحة انا استعملته، يعني انا ما بخلوش من عندي. الصابون دوت اسمه هاي لوكس. بجد بجد افضل انواع الصابون السائل ممكن تجيبيها وتجربيها. جميل جدا. هيقعد معاكي لحد اكتر من 3 شهور 4 شهور على حسب استخدام. هو بيفضل معايا لحد 4 شهور. باخد منه برضو لغسيل الارضيات، ومثلا لو هغسل حصيرة، مشاية، غسيل المواعين، البوتاجاز، كله. بصراحة جميل جدا. انا فضيت كده. هما بيجي الكيس، بيجوا كيسين مع بعض في الكيس. عبوتين كده، واحدة هتحس ان هي عاملة زي الشاور كده او الشامبو سايلة، والتانية بودر. البودر ده الريحة واللون، انما السايل ده اللي هو الصابون نفسه. انا هقلب كده. بعد ما قلبتهم مع بعض هقلبه كده، انزل المية شوية مية بشوية، يعني ما تنزلش المية كلها في الاول. بعد كده نزلته في المية. شايفين الرغوة؟ انا لسه بقلبه بس شايفين الرغوة. الطبق اللي انا كنت بقلب فيه الصابون دلوقتي انا بس غسلته كده. والله والله ملاقي الحوض كله رغوة. زي ما انتم شايفين ده تاني يوم. انا قلت يمكن يتقل، هو بيكون تقيل معايا يعني، كل ما يتساب هيتقل. بس للاسف هو الغلطة الوحيدة اللي عملتها ان انا زودت الماء. بس بجد والله الرغوة ونظافة ما اقولكوش، حاجة جميلة جدا. وهو مش غالي. انت لو حسبتيه ان انت بتجيبي صابون سائل، شوفي بتجيبي في الشهر بكام. اكيد هتجيبي اكتر من 50 جنيه. هو سعره 50 جنيه. هو كان ب35 جنيه بس سعره زاد بقى ب50 جنيه. انا جايباه من اسبوع بالظبط، فكان عندي شوية من الصابون فانا مرضتش اعمله لما خلص. وكمان يعني ما بيشققش الايدين، وبيحافظ على ايديك تكون ناعمة. وبجد بجد والله ما بيأذيش الايدين ولا بيأذيش الضوافر لو حد خايف على ضوافره ولا كده. والله ناعم بجد على الايد. ما بيعملش اي حاجة لا في المواعين ولا بتفضل ريحته. يعني هي ريحته جميلة جدا جدا جدا. اول ما تفتحي الجردل كده او اول ما تاخدي شوية صابون بتلاقي ريحة الليمون، لان ده بريحة الليمون. تلاقي ريحة الليمون مالية كده المطبخ او مالية المكان اللي انت فيه. بس بجد ساعة ما بتغسلي بيه المواعين او الكوبايات الشاي او الازايز بتاعت المية، بجد والله ما يعني بعد شوية ما بتلاقيش ريحة خالص، وبتلاقي نظافة ما اقولكيش. انا ما بعملش دعاية لاي حاجة، بس بجد بجد هو عاجبني. انا بقالي اكتر من سنتين او 3 ايام ما كان ب15 جنيه انا بستعمله. يلا ما اشتركتش في القناة اشتركي وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، اي فيديو انا بنزله. وكمان في منتجات تانية تعملي شاور وتعملي مسحوق بتاع الغسيل الهدوم السايل.
فمنه حاجات جميلة جدا بجد والله. يلا اشوفكم في فيديو جديد ويوم جديد، وكل بركة وتقى.